السلام عليكم، معاكم خديجة من قناة سكر وزعفران. سمعوا يا سلام على القرمشة. ياه، هذا نوع جديد من الفطائر اللي غادي نشوفوه اليوم مع بعض، اللي ما نحتاجوش فيها المقادير كتيرة، فقط الدقيق والملح والماء. غنعطيكم نبعث عفوا نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. الدقيق غادي نخلطوه مع الملح، غادي نضيفوا عليه الماء وغادي نبداو نعجنوه. العجين تيكون طبيعي عادي كيف ما موالفين، غير فقط ما يكونش العجين ما تكونش لينه باش تسهل علينا في الفرد، ما تجيناش صعيبه وما تقطعش منا. بطبيعه الحال كنخلطوا في الاناء الخاص عفوا تنخلطه في الاناء الخاص، ومن بعد تنحطه في سطح العمل باش يسهل علينا الدلك، لان عمليه الدلك في هذه المرحله ديال الفطائر مهمه جدا، مهمه جدا، لانها كتفرق بزاف ملي كنشوفوا بان العجينه ملي كتكون عجينه مدلوكه غير ملي كتكون عجينه ما مدلوكاش ولما نجيو نفردوها كتفرد لينا ما كتعطيناش داك التوريق اللي حنا باغيينه. غادي نخليوها ترتاح شويه وغادي نمشيو نحضروا الحشوه. كذلك الحشوه ما فيهاش مشكل، الحشوه بالبطاطس، نعم بالبطاطس، البطاطس المسلوقه ومع الكزبره والبقدونس، او كذلك عندي هنايا بطاطس مسلوقه وعندي الكزبره والبقدونس والفلفل الحار والفلفل الاخضر، او ممكن تستعمل الفلفل الاحمر، ممكن تستعمل اي نوع من الموجوده عندك من الفلفل. كنقطعهم قطع صغيره وتنحطهم جانبا. بالنسبه للبطاطس تسلق بالملح عادي، وكنعجنوها بشويه ديال الحليب وشويه تاع الزبده، ملعقه كبيره ديال الزبده او ملعقه كبيره ديال الزبده وجوج معالق الى 3 معالق ديال الحليب، وتنخلطوا البطاطس وكنتجهوا عفوا الى تكوير العجين. العجين حصلنا فيها 8 قطع. هاد 8 القطع غنقول لكم اشنو غادي نديروا بها وكيفاش غادي نفردوها. اول شيء تنفردوا العجين طبيعي عادي كيف موالفين بالمايزينا، يكون افضل، المايزينا تكون افضل او النشا افضل. ومن بعد كنطلقوا على قدر الاناء اللي عندنا، غير نبسطوها شويه، يعني ما غاديش ندلكوها بكثير، وغادي نحاولوا كل قطعه ندهنوها بالزبده او السمنه. وهنا الزبده خلطها، درت 200 غرام ديال الزبده مع 100 غرام ديال الزيت، ولكن هذا ما كيعنيش انني دخلتها كلها، كان بقى ليا فيها، يعني ممكن انتم فقط غير ب 150 غرام الزبده و100 ملي ديال الزيت تكفيكم في هذا القياس هذا. بالنسبة للعملية غنقوم بها في العجين كله، غادي ندير نفس الطريقة، وحدة فوق وحدة، ونخليها على جنب حتى كنسالي كل الكويرات اللي عندي. بالنسبة للحشو كما قلنا عندنا البطاطس المسلوقة، وعندنا فلفلة خضراء، ممكن تعوضيها بحمرة اللي عندك، ممكن بصفرة اللي عندك، ممكن تخلطي كله. المقدونس، الكزبر والبقدونس كناخذ منهم ملعقه كبيره مملوءه او ملعقتين. عندي البصل الاخضر كذلك استعملته. هنايا كتستعملي اي حاجه بغيتي، لكن في حدود ماشي اي حاجه، عفوا اي كميه بغيتي، لكن في حدود هاد المكونات: البطاطس، كزبره وبقدونس، الفلفل والفلفل الحار فقط. البصل كذلك الاخضر. البصل الاخضر علاش؟ لان داك البصل الوريقات الخضراء ديالته كتعطي مذاق صراحه رائع في الحشوات، كتعجبني بزاف انا في الحشوات. هنايا ملي ساليت كل القطع ديالتي غناخذ قطعه بقطعه وغنفردها. هنا ما تخافوش من الفرد ديالها، غير جروها حتى لو تقطعت راه ماشي مشكل. ما في اول مره صوبتها كنت تخلعت منها، قلت ضاعت مني العجينه، لكن لما دخلتها الفرن وخرجت ما كاين حتى شي فرق بينها وبين العجينه العاديه، يعني اللي ما كتقطعش منك عادي، ما تخافيش منها، غير جبديها، غير حاولي انك تعطيها الوسوعيه، يعني على القدر المستطاع. ومن بعد كتجمعيها بلا ما تدهن، مش محتاجاش تدهن لان هي اصلا مدهونه، فقط بالايد من غير المدلك، من غير العصايه الطويله اللي كنستعملوا، غادي تغير تفرديها بالايد فقط، والمكان يكون شويه واسع باش تعرفي تحكمي فيها. غنجمعها بطريقه ديال الظرف المعروفه، وما تخافيش منها، كيف ما جاتك راه كتجي رائعه صدقوني. غنحط كل وحده غنحطها
اللي هي الوصفة كتحط كل وحدة فوق الثانية، كل وحدة فوق الثانية. أنا ما عجبتنيش هذيك الطريقة، فأنا عملت كل وحدة في وسط الأخرى. درت جوج طرق، درت الطريقة ديالتي بالطريقة الأصلية. هي عبارة على 4 قطع، وكنديروا الحشو، وبعدين كنديروا 4 قطع الثانية. أنا دخلت 4 قطع في بعض، كل قطعة دخلتها في وسط القطعة الثانية، الأربع قطع فقط. أنتم كتشوفوا هنايا هي القطعة ودخلتها في وسط القطعة، حتى غادي نكمل 4 قطع كاملة. ومن بعد غادي نقول لكم اشنو غادي نديروا في الأربع قطع الثانية. وفعلا جات صراحة جات رائعة. أنا طريقتي في الحاجات دائما ملي كنصاوبها كنحاول ما أمكن ندخل فيها أشياء ديالي هي الخاصة بيا، ما كنلتزمش بالوصفة كما هي، وتنشوف الأشياء اللي عندي أنا. ما غاديش نمشي أنا بالوصفة صافي الوصفة ما عنديش فيها أشياء محددة نخليها، لا، ناخذ الوصفة كما هي وندخل فيها أشياء اللي عندي أنا. هنايا هي الثالثة هذه غادي ندخلها حتى هي في اختها، وما كدهنيش، ما محتاجاش تدهني، لان اصلا كل قطعه فيها كفايتها من المواد الدهنيه، فما محتاجاش. الا لقيتي زوائد فقط هي اللي كتزال في الجوانب. اما الا لقيتيها غادي يعني تسبب لك اشكال في العجينه، ما كانش بلاش. بحال هنايا شلت انا زولت الجوانب ديالها اللي كانوا فيها الزيادات فقط. من بعد غادي نخلص هاد الحشوات، عفوا هاد القطع كلها، وديك الساعه غادي تشوفوا اشنو غادي ندير. هانتوما راه الصوره معبره، ما محتاجاش، واخا تقطع لكم صدقوني ما تخافوش منها، غير جروها هو بحال كنجروها بحنيه طبيعه الحال، ونحاولوا عليها ما تقطعش. لكن الا تقطعت منكم ماشي مشكل، ما تخافوش منها. كنحاول ما امكن انني نرقق الجوانب لانه هما الاساس. صافي هذه اخر وحده غنحطها، وغنحط فيها الحشو ديالتي. هنا غتسمحوا لي بزاف لان ما عرفتش كيفاش وقع لي ان الكاميرا جات بعيده، ما خداتش ليا الحشوه ديال الفطيره ديالتي للاسف. فانا غادي نحاول نشرح لكم بالكلام باش تفهموا اكثر. بالنسبه للبطاطس ممكن كذلك تحطي فيها الفلفل الحار. الا ما عندكش فلفل حار ممكن تحطي البودره على البطاطس. الا ما عندكش مشكل في الحار، لان ما عندكش اطفال صغار ما غاديش يكون عندهم مشكل في الحار. بعض الاطفال يحبوا صراحه الفلفل الحار. انا عندي ما عندوش مشكل في الحار كياكلوه. انا كنحطوا الحشوه ديالتنا وكنحطوا فيها الباقي ديال الكزبره والبقدونس والفلفل والبصل الاخضر. وممكن كذلك هنايا تحطي الفرماج، عندك اختيار تحطي فرماج. انا ما حطيتوش هنايا، انا خليت الفرماج للتزيين، ماشي ضروري تحطيه هنايا. حتى لا اكلف على بعض الناس اللي تيكون عندهم مشكل في الفرماج ما تيكونش متواجد عندهم، فممكن تزيني به وممكن بلاش كذلك، ممكن تعمليها في الوسط وممكن بلاش، ماشي مشكل. هو الا حطيتي تيكون افضل، ولكن لما كانش ماشي مشكل، فعلا كتجي رائعه وغزاله. تنقفل عليها كلها وكنزول وزيل الجوانب اللي كتكون شويه يعني تخينه، ونخلي الحشو هنايا. الحشوه ديالتي عفوا الفطيره ديالتي كانت مقطعه من هذه الجهه، ماشي مشكل، ولا خرجت منها الحشو. علاش؟ لان هادو هما الاربعه اللي قلت لكم صوبت، هما درتهم في هاد الطاوه. من بعد هاد الاناء هذا جاني صغير، فغادي نضطر انني ننقله للاكبر، ماشي مشكل. خديت جوج من القطع المتلاصقات، خديتهم بجوجهم، هما في كل الاحوال كاين هنا جوج القطع، فانا خديتهم. وهانتم غتشوفوا غادي نفردها بنفس الطريقه، غادي نحاول نجر الجوانب اكثر باش تعطيني الوسوعيه. ومن بعد غادي نحط فيها الفطيره ديالتي. بالنسبه للفطيره الافضل لكم انتم اللي ما يقدرش، اللي ما غاديش يقدر على المهم نخليكم مع الفطيره هذه. غادي نحاول نديرها على شكل ظرف لوحدها من غير ما نحط عليها الفطيره الثانيه. اوكي، غادي نحطها لوحدها. علاش؟ لان هذه هي اللي غادي نغطي بها الوجه
ديال الفطيره باش نخبي العيوب اللي حصلت لي في تقطيع ديال الفطيره من الجوانب كيف ما شفتوا. للاسف اعتذر منكم، ما عرفتش كيفاش حصل لي، مع اني كنحاول دائما انني نشوف الكاميرا. هنايا حطيت هاد القطعه اللي انا صوبتها في الاخير حطيتها من الفوق وحاولت نغطيها بالجوانب كيف ما كنعملوا في البسطيله، حاولت انني نشجرها. وهنا قلبت لان جاني الاناء الصغير وما يمكنش نديرو فيها، فقلبتها في الاناء اكبر باش نقدر نفردها بايدي. ها هي تتجي عائليه كبيره، حاولت اني نفردها بالايد ديالي كلها باش تاخذ الاطار ديال اللاطه هذه الطاوه. ومن بعد دهنتها بشويه تاع الماده الدهنيه اللي هي الزبده اللي عندي البواقي ديالها، وحطيت درتها على شكل قطع باش تسهل عليا في التقطيع. كنتمنى انها تكون يعني عجباتكم في الطريقه ديالها وفي الوصفه. الا كان اي تفسير ما فهمتوش يا ريت تقولوها ليا وان شاء الله اشرح لكم في التعليقات. غنخليكم مع الصوت ديالها والقرمشه اللي شفتوا في الاول. صراحة هذه الوصفة هذه حطيتها مع السلطة تجي رائعة وكتجي يعني مشبعة وتشبعك، ما تحتاجيش تاخدي معها اشياء تانية. كاين ايام اللي تاخدي مثلا هاد الفطائر من غير ما تحتاجي تحطي ديري اللحمة، باغا ترتاحي من اللحم، غديري هاد الفطائر مع السلطة مع كأس ديال العصير ديالك صافي. وبهاد الصور كننهي الحلقه ديال اليوم. كنتمنى انها تكون عجباتكم. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالتي فانا اسمي خديجه وهذه قناتي سكر وزعفران. يا ريت تشتركوا فيها وتدعموني بتعليقاتكم الجميله، وما تنساوش كذلك تحطوا البصمه الجميله ديالكم باش يطلع لي الفيديو. كنشكركم بزاف والى اللقاء.